كلها اخترقونا، اخترقنا السعوديون والبنوك، بالإضافة إلى أنها اتخذت إجراءات أولا سيكولوجية وثانيا إعلامية ضخمة جدا وثالثا هذه مسؤولة بنك لؤومي للفيزا كارد تقول اهدأوا، لم يحدث أضرار ولم يسرقوا شيء من الأموال، لكن الجمهور في البنك لؤومي نحن نستبدل البطاقات، فتحنا طوال الليل، أرسلنا رسائل للزبائن بأننا قادرون على السيطرة على الموضوع حتى نقوم بتهدئتهم. طاقم من عشرات الموظفين يرد على الاتصالات الهاتفية، لكن كل بيانات الجمهور الإسرائيلي الفيزا كارد، الاسم، التليفون، رقم البنك، الرقم السري، رقم الحساب، عرضها عمر السعودي، قال للعالم خذوا فيزا، ولكل اللصوص في العالم إذا أردتم استخدامها استخدموها. الغريب ماذا يقول التلفزيون الإسرائيلي؟ هؤلاء الموظفات في البنوك الإسرائيلية تجبنا على الأسئلة. أنت من الذين أبطلنا مفعول الفيزا كارت، سنقوم باستبدالها، لا تقلق لا تقلق. وحتى المديرة تتدخل شخصيا وترد على الهواتف. كل هؤلاء الموظفون في البنوك يقولون للزبائن لا تقلق، نحن مسيطرون على الوضع. المديرة تتدخل شخصيا من أجل أن ترد على الهواتف. لا تقلق، أنت تستطيع أن تكون هادئ. الناس نفهم ضغطكم. كل شيء تم علاجه، لكن ماذا يقول الخبراء الاقتصاديون؟ للمرة الثانية وللمرة الثالثة دخل الهاكر أو المسمى بالقرصان عمر السعودي وشطب الفيزا كارد بالنسبة لأكثر من بنك إسرائيلي. هذا يقول تال: القراصنة السعوديون لم يكونوا يريدوا مالا، أرادوا إهانة إسرائيل، وبصراحة أهانوا إسرائيل. نعم، أهانوا التكنولوجيا الإسرائيلية. وبالمقابل البنوك هرعت تقول لن يدفع أي زبون ولا أجورة واحدة ولا قرش واحد من أجل استبدال الكرت، فقط اهدأوا. الآن يتحدثون عن 16,000، يتحدثون عن عشرات الآلاف، ثم يتحدثون عن مئات الآلاف، ثم يقولون إنه على الإنترنت مئات الألوف. ماذا فعل القرصان عمر أو مجموعة القرصان عمر السعودي كما اصطلح عليه في الإعلام الإسرائيلي؟ كشفوا كل الفيزا كارد ووضعوها على الإنترنت. لم يريدوا أن يسحبوا مال، لا يريدوا مالا، فقط يريد أن يقولوا لإسرائيل ها نحن قادرون على اختراق حتى أسرار المالية عندكم. فوضى عارمة في البنوك، الصحف الإسرائيلية، الإذاعات، الخبراء الاقتصاديون. كيف هم ماذا يفهموا عن العرب؟ يعرفوا أن العرب مجموعة من المتخلفين لا يستطيعون الوقوف على حافلة باص بالدور. يقولون العرب مجموعة من المتخلفين وهم يفاخرون شارون، نتنياهو، باراك. نحن في الهايتك اليوم هكر عربي، حتى أولاد يتمكنوا، كما نذكر قبل 5 سنوات أو أكثر، أولاد فلسطينيون صغار تمكنوا من اقتحام وزارة الدفاع الإسرائيلية والكنيست وحكموا بالسجن. أي طفل صغير عربي الآن يستطيع أن يدخل الهاكر إلى الأسرار المالية الإسرائيلية، وليست فقط إسرائيل تهدد بالتكنولوجيا. معظم الشركات الآن تحاول لكن اكتشفنا أن الاختراق جاء من شركتين، شركات تسويق وبيع. الأولى اسمها كفوتساتي، أي مجموعات الشراء، وهذه المجموعة دخل منها القراصنة وتمكنوا من أخذ كل من استخدم في السابق فيزا كارد عند هؤلاء، ذهبوا. ومن ثم شركة أخرى تسمى سيل 365 تمكنوا من اختراقها وأخذ كل الزبائن وكشف كل أسرارهم والباسورد ونشرها على الملأ. الشركة الأولى تم إغلاقها فورا لأنها تشكل خطرا اقتصاديا على إسرائيل. سلطة النقد الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية أغلقتها. الشركة الثانية تقول إنها سيطرت على الوضع، لكن الشركتان تقولان ما ذنبنا، اخترقونا، نحن الضحايا للقرصنة ولم نكن نحن المخطئون أو المذنبون في ذلك.